السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني في كل مكان. اليوم حابة أعمل معاكم الكبدة بطريقة سهلة وببهارات بسيطة، تطلع معاكم لذيذة وطرية. وحنحتاج كبدة متغسلة بالخل كويس، قطعوها بالطريقة اللي انتوا بتحبوها. بنحتاج ملح وفلفل اسود وكزبرة وشوية زيت وفلفلية خضراء وثوم مفروم ونص ليمونة وبصلة متوسطة. على النار اخد طوة واضيف زيت وانزل عليهم بالكبدة واواصل اقلبهم لمدة 10 دقايق، هي ما بتاخد زمن. اضيف الثوم المفروم واواصل تقليب، واضيف التوابل الكزبرة والملح والفلفل الاسود وارجع احركهم تاني. اول ما مويتها تخلص وتبدأ تتحمر ليا اضيف البصل والفلفلية واقلبهم واغطيهن، اخليها حكاية بتاعت 5 دقايق كده وافتح عليهن واضيف نص ليمونة وارجع اقلبهم تاني. هي كده خلاص بقت جاهزة، استوت. انقلها في صحن التقديم وبتمنى انه تنال اعجابكم. ده الشكل النهائي، قدمتها مع السلطة والخبز السوداني. جربوها ورونا رايكم شنو، وما تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو وشاركوه لو متابعيني.